أكتر من 1.5 مليار إنسان اتجمعوا على حاجة واحدة، وهي مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022. شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل. ليه كل العدد المهول ده على رياضة واحدة؟ واشمعنى كرة القدم؟ ليه مش الباسكت؟ ليه مش التنس مثلا؟ ببساطة يا سيادة الكولونيل، الفكرة إن الكورة معانا وموجودة في كل حتة. مش شرط يبقى عندك معدات غالية أو مساحة كبيرة. معاك كورة يعني تعرف تتبسط، تلعبها في حوش مدرسة، تلعبها في الشارع، تلعبها على سطح بيت، تلعبها في حجوزات كورة بمجرد 15-20 جنيه، تلعب أحلى ساعة في الأسبوع. مفيش حد فينا اتولد في بيت إلا لو كان فيه أخ أو أب بيعشقوا الكورة. ففي مود مختلف تماما في البيت مع كل حدث، مع كل ماتش. لا النهارده في ماتش، في حاجة مهمة، تلاقي البيت كله فيه توتر، فيه فرحة لما الفريق ده يكسب، فيه زعل لما الفريق ده يخسر. قبلها بساعتين الأب أو الأخ بيكون فاتح الاستوديو التحليلي بيتابع كل دقيقة. ومع الزمن ومع الوقت، الطفل اللي كان مفتح عينه لقى أبوه أو أخوه مدمنين الكورة أو بيحبوا الكورة، بيتزرع فيه تلقائي حب الرياضة دي. وبالعكس ده ممكن يتولد فيه تشجيع أو حب نفس الفريق اللي أبوه أو أخوه بيشجعوه. الكورة بالنسبة للإعلام هي الفرخة اللي بتبيض دهب، بيزنس ما بيخلصش. وفي كل حدث رياضي تلاقي الإعلام بيلعب دايما على وتر الأعصاب. الإعلام هو اللي بيقرر إمتى يعلي لاعب، وإمتى بيوطي لاعب، وإمتى بيحط الضوء على لاعب، وإمتى تاني بيخفيه. بيخلق لك مقارنة بين 2 لعيبة عشان أنت اللي تفضل تشتري وتشجع وتقارن وتتفرج، وهو اللي بيكسب من وراك في الخلفية. الحوار دلوقتي بقى أكبر من كده كمان. الإعلام دلوقتي بقى بيشارك في أهم وأغلب الجوائز الفردية، جايزة زي البالون دور، جايزة زي الجلوب سكر. بقى هو النقطة الأهم، نقطة تصويت الإعلاميين. الإعلام دلوقتي بقى بيحاوطك في كل اتجاه، على الشاشات، على التلفزيون، في الراديو، في إعلانات المنتجات اللي أنت بتشربها. وده اللي بيأكد فكرة إشمعنى الكورة. بس هل الإعلام والوراثة والانتشار وإن الكورة لعبة سهلة ممكن تتلعب في أي وقت ده كفاية؟ يعني ممكن واحد يجيله سكتة قلبية بسبب إن فريقه خسر. الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، بيحب يكون في مجموعة. هي بتحب نفس الحاجة اللي هو بيحبها، وبتكره نفس الخصم، بتزعل على نفس الحدث وبتفرح على نفس المكسب. وده اللي بيوفره لك كرة القدم بكل أريحية. بتصوت وتصرخ في وسط ناس وهم بيصوتوا ويصرخوا، فبتحس ان الموضوع عادي، بتحس ان الموضوع كله بيعمله، فانت بتعمله بكل اريحيه من غير كسوف. كره القدم كمان بتوفر لك الدوبامين الوهمي للشعور بالانجاز. الانسان بيحس بقيمته لما يحس انه عمل انجاز او بيخوض معركه جديده هو الطرف فيها اللي بيكسب. وعشان كده اغلب نقاشات الكوره بنتكلم فيها بصيغه المتكلم. وشفتش احنا عملنا ايه معاكم الماتش اللي فات؟ ده احنا قطعناكم. تاني يقول له يا ابني انت ليك نفس تتكلم، احنا بقالنا اكتر من 3 مواجهات حاطين عليكم. خدت بالك من كلمة احنا؟ هنا الانسان بيحس نفسه هو النادي، هو اللسان اللي بيعبر عن النادي. واوقات كتير برضه يا ست الكولونيل، الكرة بتكون هي المخدرات الحلال اللي بتفصلك عن مسؤوليات الحياة وهمومها لمدة 90 دقيقة. انت بيتكتب قدامك سيناريو جديد، سيناريو لايف. انت متعرفش اخرته ايه، متعرفش نهايته ايه. ممكن في اي لحظة موازين الماتش تتقلب. بس تفتكر ان الهوس ده اختراع جديد؟ اخدك معايا الرحلة بالزمن للعصر الروماني، وتحديدا المكان الكولوسيوم. ملعب بيتجمع بيه ال50 وال60 وال80 ألف عشان يتفرجوا على مباراة بين 2 مصارعين بالسيوف، واللي بيخسر فيهم هو اللي بيتقتل. نفس دلوقتي، نفس فكرة التعصب والزعل. بس زمان كان قتل، دلوقتي خروج من بطولة، خسارة ماتش بإهانة. ومع مرور الزمن السيوف بقت كرة جلد، ال2 مصارعين بقى 22 لاعب. كل حاجة اتغيرت ما عدا الإنسان. لسه التعصب موجود، لسه جرائم القتل والمذابح موجودة. عايزك دايما تفتكر إنها لعبة، مجرد رياضة، 90 دقيقة تتبسط وتفصل دماغك فيهم. ما تخليش مجرد رياضة توصلنا لحاجات نغضب بيها ربنا. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.